بتشتغلي ديكوباج وبتعاني ان الصوره اللي بتشتريها ما تقدريش تعملي منها كذا قطعه بمقاسات مختلفه، انا كمان كنت بعاني من الموضوع ده. اسمي يسرا ممدوح، مؤسسه براند كان ديكور، وبشتغل في الديكوباج من 2018. ولما كنت بحاول احل المشكله دي كنت بضطر اروح لمكتبه فيها ديزاينر بيشتغل على الفوتوشوب علشان يظبط لي القطعه، منها على سبرتايه ومنها على كنكه ومنها على صينيه ومنها على كوس. بس ده كان بيكلفني فلوس تصميم كتير قوي، ودلوقتي كمان فلوس التصميم غليت جدا. خليكي معايا في الفيديو ده عشان هعلمك طريقه تصغري بيها حجم الصورة، زودي كمان الريزوليوشن بتاعها علشان لما تطبع تبقى حلوه جدا ومميزه وتقدري تخلي بيها شغلك مختلف. السلام عليكم. في الفيديو ده هعرفك ازاي تظبطي الوان الصوره والريزوليوشن بتاعها ومقاسها عن طريق برنامج اسمه فوتوبيا، وهو بديل للفوتوشوب هايل. بتدخلي عليه من على جوجل وتختاري الصوره من على الكمبيوتر بتاعك بيحملها. بعد كده بتختاري ايمج ادجستمنت فايبرنس، وتزودي الفايبرنس والساتوريشن عشان الصوره تبقى الوانها حلوه. بعد كده بتختاري ايمج سايز وتحطي المقاس اللي انت عايزاه. انا كنت عايزه اعملها على كوستر فاخترت مليمترز من على اليمين وعملتها 90 مللي في 90 مللي. وبغير الريزوليوشن اللي هو الدي بي اي، بدل ما هو 72 بخليه 300 عشان يبقى في الفول ريزوليوشن. بعد كده بدوس اوكي. بعد كده بعمل كنترول ماينس عشان اصغر الصوره. بعد كده بختار فايل نيو برنت A4 علشان افتح صفحة جديدة اجمع فيها 6 من الرسمة دي علشان بعد كده اعملهم كوسترز. هدوس على الصورة دي اعمل كنترول A كنترول X، وبعد كده ادخل على الورقة الفاضية ادوس كنترول V 6 مرات، واختار كل لاير لوحدها عن طريق رايت كليك واختار اللاير، وابتدي احرك صورة صورة وانقلها في المكان المناسب ليها. واخر حاجه عشان احمل الصوره عندي بدوس فايل اكسبورت از جي بي جي. كل ده واكتر بكتير هتتعلميه في كورس 4 برامج تصميم لا غنى عنهم لمحبي الديكوباج. الكورس ده بعلمك 4 برامج تصميم. اول واحد الفوتوشوب، ومعاه كمان بونص تحميل للبرنامج مجانا. فوتوشوب هتتعلمي ازاي تظبطي مقاس الصوره والوانها والريزوليوشن بتاعها، تخليها مثلا تنفع تعمل على بوسترز او تتعمل على صينيه وتحطي عليها كلام. كمان بتتعلمي ازاي لو مش عايزه تنزلي الفوتوشوب او الكمبيوتر بتاعك ما فيهوش مساحه انك تشتغلي على برنامج تاني اونلاين اسمه فوتوبيا. البرنامج ده برده هايل، بقولك الاختلاف بين الفوتوشوب والفوتوبيا وازاي تسيبي الصوره عشان تبقى بالفول كواليتي بتاعها لما تروحي للمطبعه يطبعها لك تبقى الريزوليوشن بتاعها حلو جدا وتبقى واضحه قوي والوانها زاهيه وجميله تخطف العين. كمان بعلمك على برنامج اسمه كانفا، تعملي بيه تمبلتس للفوتو كولاج لو عايزه تجمعي كذا صوره مع بعض بطريقه احترافيه بيبقى حلو قوي. كل ده دول على الكمبيوتر. وفي برنامج تصميم اسمه ان شوت بعلمك برضو عليه ازاي تعملي فوتو كولاج على الموبايل، وازاي تنزلي الصور بجوده عاليه ببلاش، وازاي ترسلي وتستقبلي الصور ب3 طرق من غير ما تفقد جودتها. وهتتعلمي ازاي تكتبي بالانجلش وبالعربي وبالتشكيل من على الفوتوشوب والفوتوبيا. انت محتاجه انك يكون معاكي لابتوب كمان موبايل وانترنت. والكورس ده ينفع للناس من اول 12 سنه، يعني لو انت عندك اخ صغير او ابن او بنت هتتعلم الحاجات دي وتبقى حلوه جدا ومفيده ليها وتشغل وقتها كده في حاجه مفيده. ممكن تطلع منها كمان شغل للناس اللي مش بتعرف تعمل ده. الكورس عباره عن 30 فيديو، بتتراوح مده كل فيديو فيهم من دقيقتين ل7 دقائق. موجود على التليجرام فيديوهات متسجله. بيكون معايا واتساب جروب للمتابعه لو عايزه تطبقي الحاجه معايا يبقى ده متاح برضه. مستنياكم تبعتوا لي دايركت مسج. مع السلامه.